أما عند بعض الناس لم يكن أو لم يتوقعوا بحال من الأحوال أن يكون معظم العالم معهم يؤيدهم ضد المسلمين. القضية لم تعد خافية، قضية أن ما داموا يقتلون المسلمين بين قوسين خاصة أهل السنة، فالضوء الأخضر يا ريت ضوء أخضر، إلا ما زادوا يدعمونهم ويمنعون الدعم عن المجاهدين. لم ينكروا إلا نادرا هذا القصف المأساوي الوحشي الأليم الشديد على هؤلاء. طيب شيخ، الأطفال في مسألة قتل المسلمين، قبل أن ندخل في لب الحلقة تذكرت مسألة أوكرانيا، قتل 100 شخص فضج العالم وضجت أوروبا وضجت أمريكا، علما أن الحكومة الأوكرانية هي مدعومة أيضا من روسيا، ولكن مع ذلك إرادة الدول الغربية يعني أصرت على تغيير نظام الحكم وهرب الرئيس الأوكراني. لماذا لم يحصل نفس الشيء في سوريا؟ وقد ليس لدينا 100 قتيل، بل لدينا أكثر من 100,000. أيوة، عندنا 100 وعندهم 100، بس هم ما بيرون الأصفار، يبدو أنه رأوا الأصفار، ما عندهم 100,000 وعندنا 100,000. أولا 100 أكثر 120,000 هذا في الإحصائيات المثبتة. 2 في عندك 120,000 سجين، عندك اليوم 150 مفقود، صار المجموع يدنو من 450,000. لكن قد تفاجأ إذا قلت لك أنا أعترض على هذا السؤال اللي سألته جملة وتفصيلا. كيف يمكن الطلب النصر من الأعداء؟ أقول أعداء كل ما في هذه الكلمة وتحملوا مسؤوليتها. كيف يمكن طلب النصر من هؤلاء الذين نفث حقدهم واجتمع مع الصفويين ومع الزنادقة الشيوعيين كلهم على هذا البلد؟ أنا لي رأي آخر، أن لله عز وجل حكمة بالغة جدا، ولعله يخرج نخبة عظيمة من بلاد الشام ومن سوريا بخاصة يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قد هذا احتمال لا نقطع به. فهذا مو أقول الصمت الدولي، هذا تعبير خاطئ، التأييد الدولي. حتى ممن يدعي أن أصدقاء سوريا من دول غربية. أي نعم، حتى منهم. ماذا فعلوا؟ لكن لا يفهمون ولا يفهم الشعب السوري أننا يعني نطلب أو نتعلق، لا، بل أنا لا ألومهم، إنما أتكلم هذا من باب فضيحتهم ليس إلا